السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله كيف ما كتلاحظوا غنشارك معكم هذا الكيك الرائع. نتمنىكم تجربوه وندوزوا الطريقة والمقادير على بركة الله. بالنسبة للمقادير ديال هذا الكيك اللي غنحتاج فيه هنا 2 البيضات، عندي نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال السنيده، عندي بودره الكاكاو، غنحتاج صاشيه الفاني، 2 خمارات، الدقيق حسب الخليط، غنحتاج هنا واحد المعلقه ديال اللوتيس، الصراحه هي اللي كتعطيها واحد المذاق اللي رائع، عندي الشوكولاط حبيبات، وعندي هنا الكركاع. ندوزو للطريقه على بركه الله. بالنسبه للطريقه غندير دوك 2 البيضات كيف العاده، كيف الكيك العادي، وغادي نزيد معاه نص كاس ديال السنيده. ضروري خصنا نطربوا البيض والسنيده مزيان، هذا سر من اسرار الكيك باش يجي مهوي ويجي خفيف. غادي نطربوا لمده ديال 4 دقائق حتى يضاعف الحجم ديالو واللي اللون ديالو ابيض، وغادي نزيد عليه الزيت بشويه بشويه وانا كنخلط كيف ما كتلاحظوا، وغادي نزيد كذلك داك نص كاس ديال الحليب مع التضراب، وغادي نزيد ديك واحد ساشيه الفاني. صراحه هاد الكيك كتجي رائعه، نتمنىكم تجربوها. دابا غنوقف الطراب وغادي نجيب ديك المعلقه ديال لوتيس، هي اللي كتجيب هاد الكيكه رائعه. وتقدروا تعوضوا هاد المعلقه ديال لوتيس بمعلقه ديال بخاليني، حتى هي كذلك كتجي غزاله في هاد الكيك. وغادي نطرب حتى يندمجوا ويا العناصر كلهم. هانتوما كيف كتشوفوا الخليط اللون ديالو كيف كيولي، حتى يذوب لنا داك ليتوس كله مع هاد العناصر، وغادي نكملوا ان شاء الله. هانتوما كيف كتلاحظوا ها هو اللون ديالو كيف ولا. دابا غنحيد الطراب الكهربائي، ساليت منه، وغادي نجيب واحد الصفايه ولا غربال اللي عندكم، غادي ندير ديك المعلقه ديال بودره الكاكاو. ضروري نغربلوها لان كيكونوا فيها دوك الحبيبات، هما كيبقاو لنا هكاك في الكيك باينين. من الافضل اننا نغربلوها هو والدقيق، ضروري تغربلوها. انتم كيف كتشوفوا ها هما كيبقاو، غنحيدوهم وغادي نبدا نزيد في الدقيق تدريجيا حتى نحصل على القوام اللي بغيت، تكون الكيك خفيف ما يكونش عاقد. المهم راكم عارفين القوام ديال الكيك كيف خصو يكون. حنا كنزيدو، حنا كنطربو، غادي ندير هاي الطراب اليدوي حتى نحصل على القوام اللي بغيت. كما سبق وقلت لكم نتمنىكم تجربوا هذا الكيك لانه الصراحه كيستحق التجربه. انا اي حاجه معتمده عندي ومجربها كنحطها لكم باش تستافدوا معايا. ودابا باقي خاصني الدقيق، غادي نزيدو، وما نساوش كذلك هذيك الخماره حتى هي غادي نزيدوها باش ما نساوهاش. انا كندير خماره وحده لانني ما كنبغيش هذا الكيك اللي فيه الكريمه يكون طالع. تبعوا غير هاد، ديروا غير هاد المقادير، الصراحه غادي يجيكم زوين. وغادي نخلطوا الخليط ديالنا. انا حصلت على القوام اللي بغيت، خصو يكون الخليط على هاد الشكل، يكون خفيف شويه. وخديت المول ديالي اللي سبق لي ودهنته بالزبده ورشيته ببودره الكاكاو. اي كيك تيكون عندها تيكون فيها الكاكاو، ضروري ترشوا المول ديالكم بالكاكاو. انا حيت جربت ورشيته بالدقيق تيبقى داك الدقيق بيض هكاك، تيجي المنظر ديالها خايب. بعد ما خويت الخليط نحاول نخوي كاع الخليط كله، وغادي نحاولوا نقادوها نوزعوها على في هاد المول ديالنا.
وفي هذا الاثناء الفران راه كيسخن. نحاولوا نقادو نديرو داك الشكلاط حبيبات والقرقاع. نحاول نوزعها جيدا باش ما تجينيش الجهه طالعه وجهه نازله. كيف كتشوفوا. ودابا غنزيد داك القرقاع اللي قطعته قطع صغيره غير بيديا. نتمنى انه يكون باين صراحه. هاد القرقاع وهاد الشوكولات كيعطيه واحد المذاق اللي زوين. وندخلها الفران حتى طيب ونتلاقاو ان شاء الله. وهي بعد ما طابت لنا الكيك ديالنا كتجي على هاد الشكل. غنجيب واحد الكيغدون ولا شي موس وندير واحد التجربه بحال هكا. الا خرجنا الموس ناشف يعني راه الكيك ديالنا راه طيبه. دابا راه طيبه صافي. غنخليها جانبا وندوزو ان شاء الله باش نصايبوا الكريمه اللي غادي نديروه فيها. بالنسبه للكريمه عندي نص سيطرو ديال الحليب وغنحتاج معاه 2 معالق ديال النشا وعندي 2 معالق ديال السكر سنيده. غادي نحرك الكل خارج النار ومن بعد نزيد واحد المعلقه ديال الجبن حتى يعقد لي الخليط. مع التحريك المستمر ما نوقفوش عند التحريك. من بعد ما يعقد لي الخليط غادي نزيد ديك المعلقه ديال الجبن. ولا ما عندكمش الجبن تقدروا ديروا غير 3 القطع ديال الفرماج اي نوع ديال الفرماج. وغادي نحرك الخليط ديالي. غادي ندوز ان شاء الله باش ندير الكيك ديالي في طبق التقديم. هانتوما كيف كتشوفوا. غنحاول نقلبها هكا راه بسهوله كتحيد. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي ديك بودره الكاكاو الفوق. وغادي نصب الخليط ديالي وكتشوفوا راه هو سخون. وغنخليه حتى يبرد شويه. غادي ندوز نزينو. والتزييره كيبقى اختياري زينو باش ما بغيتو. انا غادي نزين واحد شويه ديال الفخومبواز وواحد هكا نعناع ريشه النعناع. وكيف ما قلت لكم راه التزيين كيبقى اختياري زينو كيف ما بغيتو. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ودمتم في رعاية الله وحفظه. الى فيديو قادم ووصفة جديدة ان شاء الله باذن الله. وما تنساوش اللايك والاشتراك الفيديو.